كانوا واقفين وسط الغابة محاصرين من طرف المخلوقات الغريبة اللي ما كانوا فاهمين فيها والو، وما عارفينش راسهم شنو الحل اللي يقدروا يديروا في وسط داك المشكل اللي هما طايحين فيه. يونس بدا كيحاول يتفاهم معاهم، ولكن المخلوقات ما كانوش كاع كيهضروا، غير كيشيروا ليهم بيديهم باش يمشيو معاهم. بينما هما ماشيين وسط الغابة كانت المخلوقات كتحيط بهم من كل جهة، وكل مرة كانوا كيسمعوا شي صوت غريب جا من بعيد، وحاولوا يبقاو هادئين ويتبعوا المخلوقات اللي كانت كتوصلهم لواحد البلاصة مجهولة. فجأة بان قدامهم واحد المبنى قديم، فلا كانت شي قلعة ولا شي قصر ولا شي حاجة من هاد القبيل. فيه شي دار قديمة ومهجورة. دخلوا دخلوا مع المخلوقات والظلام اللي كان مسيطر على كل شي. حمزة شد الموس ديالو مزيان، ولكن كان عارف بلي ما يقدرش يدير بزاف ديال الحوايج قدام هاد المخلوقات اللي طبعا هما ماشي بشر. الداخل ديال المبنى كانوا شي بلايص مهجورة، وفحال الزمن وقف فيهم هنا. المخلوقات وقفوا قدام باب كبير وقالوا لهم بإشارات بلي خصهم يدخلوا. دخلوا بشوية ولقاو راسهم في واحد القاعة كبيرة ومظلمة. وسط الظلام كان واحد الشخص كيلبس نفس الملابس السوداء اللي شافوها من قبل، ولكن هاد المرة كان جالس على واحد العرش. عينيه كانوا مضوين باللون الأحمر وكيخلع. الشخص هضر بواحد الصوت غريب وقال لهم: أخيرا فشلنا تغيرها. الله صار ديالنا وانتم تفشلوا لي انا مش عارف القوانين ديالنا. يونس حاول يتكلم وقال: حنا غير جينا باش نستكشفوا الغابة، ما كناش عارفين على هادشي كامل. الشخص ضحك ضحكة خبيثة وقال: فابلت فتشوليها مش فابا عادية. أرحب بالعالم آخر، العالم ديالنا واللي خلانا صايبي فرج بلا ما يدرس معنا. كل واحد فيهم كان مرعوب وما كانوش عارفين شنو يديروا ولا شنو يجاوبوا. لبنى بدات كتبكي وخافت على انهم ما يقدروش يخرجوا. الشخص اللي على العرش قال لهم: أنا الوحيدة باش تخرجوا من هنايا يسكن شجاعا تواجهوا الخوف ديالكم، ونعطيكم تحدي اللي ينجح فيه غادي يزال العالم ديالو، واللي يفشل غتبقى أنا حتى يموت للأبد. سارة سولت خوف: شنو هو التحدي هذا؟ الشخص ضحك مرة أخرى وقال: خاصكم تواجهوا أكبر مخاوفكم، وكل واحد فيكم اللي يدير رحلة لف لفسو، واللي ترينجوا الخوف ديالكم تخرجوا وهي تنساو كل شيء فلا عمرو كان، واللي مقدرش ينجح غادي يولي جزء من هذا العالم وما قدرش يخرج منه حتى يموت. المخلوقات بدات كتقرب منهم واحد بواحد، وبداو كيختطفوا لدواخل القلعة المظلمة، وكل واحد فيهم كان خاصو يواجه الخوف ديالو. حمزة لقى راسو في واحد الممر ضيق، وكان تسمع الصوت ديال شي حاجة كتجذبو وراه، وكان ديما عنده خوف من الأماكن المغلقة. وهادشي وهاد الممر كان كيعصر قلبه، ولكن خصو يواجه الخوف ديالو. كل جهد عنده بكل سرعة حتى وصل لواحد الباب. فتحو لقى راسو في مكان مضوي وهادئ، وهنا وهنا عرف راسو بلي تغلب على الخوف ديالو. لبنى لقات راسها محبوسة في واحد القفص مع العناكب. كان ديما كتخاف من العناكب، وكانت العناكب كتحوم حداها، ولكن خصها تبقى هادئة وتغلب على الرعب. غمضت عينيها وحاولت تهدئ نفسها. فجأة وفجأة اختفت العناكب وتفتح القفص. سارة كانت دايما كتخاف من الفقدان ديال الأعزاء ديالها. لقات راسها في واحد المكان اللي كيبين ليها فحال الناس اللي كتعرفهم ماتوا وخلاوها. ولكن في وسط الدموع قررت تواجه الخوف وبتآمن بلي الحياة كتستمر، وهادشي خلاها تمر من التجربة ديالها. يونس كان خاصو يواجه الخوف من الفشل. لقى راسو في واحد العالم ديال الظلام، حيت كل خطوة كيخسر فيها. ولكن في واحد اللحظة قرر يوقف ويقول: ماشي الفشل اللي كيتحكم فيا، انا اللي كنقرر واش نكمل ولا لا. وفجأة بل الضوء اللي كيشير لباب الخروج. كل واحد فيهم نجح في التحدي ديالو، ولقاو راسهم مرة أخرى قدام الشخص اللي على العرش. الشخص قال لهم: ما عندي ما يتسالكم، تبتوا لي الشجاعة ديالكم، غادي نعطيكم فرصة ترجعوا للعالم ديالكم، ولكن ديما تفكروا بلي هاد المكان راه كاين وعمره ما غادي يمشي. لقاو راسهم خارج القلعة، والغابة رجعت كيف كانت. كل واحد فيهم كان شاد النفس ديالو وعارف بلي هاد التجربة غادي تبقى محفورة في الذاكرة ديالو للأبد.
رجعوا للمدينة ديالهم وكل واحد فيهم عارف بلي هاد المغامرة كان درس حياتي كبير، ورغم كل شيء بقاو متوحدين كأصدقاء وعارفين بلي محظوظين لأنهم خرجوا سالمين من هذا العالم الغامض. هاد القصة كتعلمنا بلي المواجهة ديال الخوف ديالنا كتطلب شجاعة كبيرة، وبلي الصداقة والقوة ديال الروح البشرية كتخلي الإنسان يتغلب على أكبر التحديات. وهنا كتسير هاد القصة الخيالية. صراحة قسم فيها شي واحد الحبكة وما عجبانيش بزاف، غير قررت ندوزها باش نجرب الطريقة ديال الروي ديالي في القصص. ف وعد المرة الجاية غتكون قصة واقعية وتقدر كاع تكون سلسلة. وبقى ليا نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.